ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني من اخر فيديو عملته معاكم. فيديو النهارده كده هنعمل حاجه حلوه، هنعمل كيكه الوهوز. طبعا بنتي بقى لها كام يوم كده عماله تزن عايزاني اعمل لها كيكه شوكولاته، فحبيت كده اخليها تشارك معايا في فيديو النهارده ونعمل كده كيكه كده سهله وبسيطه باذن الله. تعالوا كده بقى نشوف المقادير مع بعض. اول حاجه كده يا بنات، معايا كوبايه لبن، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع سكر، واتنين بيضه، ومعلقتين كاكاو خام، وكوبايه دقيق، وباكو كيك شيف، واتنين باكو هوز، وطبعا الفانيليا. طبعا الفانيليا دي انا بجيبها من عند العطار. الاكياس دي بتبقى مش حلوه علشان بتبقى كلها سكر، فالفانيليا دي بتبقى احلى، اللي هي الخام دي بتبقى احلى من غير سكر. هبتدي كده اقول بسم الله ونبتدي كده مع بعض. اول حاجه كده هي بتحييكوا طبعا في الفيديو، وهنبتدي كده نجيب شفشق الخلاط بقى، ونبتدي ننزل الحاجات السايله كلها، المكونات السايله كلها. هنزل بقى باللبن، وكمان السكر. هي طبعا كانت حابه عايزه تشارك معايا فخليتها تشارك معايا. وبعد كده الزيت. يبقى حطينا اللبن والسكر والزيت. وهحط الهوز بالشكل ده كده، الاتنين باكو. طبعا انت لو بتحبي الحاجه مسكره هتحطي كوبايه السكر الكامله، مش هتحطيها الا ربع زي ما انا حطيتها، بس احنا مش بنحب الحاجه مسكره، فحطيت طبعا كوبايه الا ربع سكر. خلاص كده يا بنات. وبعد كده اخر حاجه هحط كده الكاكاو، اللي هي المعلقتين الكبار الكاكاو الخام، اخر حاجه انزل بيها. وبعد كده هضرب بقى المكونات كلها كده مع بعضها بحيث تتضرب كويس، واضمن ان هي اتخلطت مع بعض. تمام. خلاص كده. هجيب بقى كوبايه واحجز كده مقدار كوبايه، علشان لما تطلع الكيكه هبتدي اغطي بيها الخليط ده. هحطها بقى في التلاجة. وهجيب بقى الاتنين بيضة، هحط عليهم الفانيليا، رشة كده فانيليا بالشكل ده كده، وهنزل بيهم على خليط اللي احنا ضربناه مع بعض، السكر والزيت والكاكاو والهوز واللبن. وهضرب بقى كده كله مع بعضه تاني علشان اضمن ان برضو البيض يختلط مع بقية الخليط اللي احنا ضربناه قبل كده. هاجي بقى في طبق فاضي هنزل كده بكوباية الدقيق بعد طبعا ما نخلتها كويس، وعليها كمان الباكو بتاع كيك شيف. طبعا الكاكاو والدقيق انا نخلاهم كويس قبل اما احضر، يعني قبل ما اعمل الكيكه. خلاص كده تمام يا بنات. طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، وبتاخد بالظبط ربع ساعه في الفرن. هنزل بقى بالخليط السائل كده على الدقيق والبيكنج باودر، وهضرب بقى كده كله مع بعضه بالمضرب اليدوي بالشكل ده، لحد بقى ايه اما كل الخليط كده والمكونات كده تتخلط مع بعضها كويس، وما يكونش فيه بقى كلاكيع ولا اي حاجة من الدقيق، واضمن انه كده يبقى ايه الخليط كده سايل خالص بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بصوا الخليط ما شاء الله، بصوا بقى عامل ازاي، حلو جدا. هجيب بقى كده الصينيه بتاعه التيفال او اي صينيه عندك، بس تدهنيها كويس، انا دهنتها زيت ذره كده. وهنزل كده بالخليط بتاع الكيكه بالشكل ده كده، وهكون طبعا مشغله الفرن قبلها على درجه 180 علشان تبقى سخنه معايا. وهجيب بقى كده ايه فوطه حطيتها على الرخامه، وابتدي كده ايه اضرب الصينيه كده على الرخامه بحيث ان انا اطلع اي هوا فيها، اي هوا تبقى في الكيكه يطلع كده بالشكل ده. وهحطها كده بقى على الشبكه في النص، ربع ساعه بالظبط هتلاقيها طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
اختبرتها طبعا بعود كبريت. بصوا طلع نضيف كده، يبقى هي خلاص تمام استوت. لو طلع فيه عجين يبقى هي لسه ما استوتش. وهجيب بقى كوباية الصوص اللي انا حجزتها اول الفيديو، وهنزل كده بيها على الكيكة بالشكل ده كده، وهظبطها كده على الكيكة كلها على وش الكيكة بالشكل ده كده. وهحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة كده. وعندي هنا بقى باكو هوهوس كده كنت شايلاه، قلت بقى ايه ازين بيه. هقطعه كده قطع صغيرة بحيث ان انا ايه ازين بيه الوش كده. هقطعه كده قطع صغيرة خالص. كده كده سهلة وبسيطة، وتعمليها لعيالك تبقى حاجة كده من غير بقى مواد حافظة ولا اي حاجة من الكيكات اللي بيشتروها دي. حاجة كده في البيت وضمناها، وحاجة كده طازة بجد حلوة جدا. انا هنا خلاص بقى قطعتها، قطعت اللوز بالشكل ده، وهبتدي بقى كده اقطع الكيكة كده مربعات بالشكل ده، علشان احط عليها قطع اللوز من على الوش بالشكل ده كده. تدي شكل يعني، وفي نفس الوقت ايه الاطفال يفرحوا بيها. وعوديهم ان هم يشتركوا معاكي، بحيث ان العيل برضو لما يعني الاطفال لما يشتركوا في حاجة بيحبوها، بتبقى فرحة ليهم جدا. بصوا عايزه اقول لكم بقى الكيكه، بصوا بقت عامله ازاي، ما شاء الله حلوه جدا وهشه، وحاجه كده خفيفه ما شاء الله. وده كان فيديو النهارده، فيديو بسيط وسهل وطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص، وتفرحي بيها الاولاد. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.